أهلا بكم في قناة سينما ميلانو. هذا فيديو لأفضل 10 مسلسلات درامية سورية، درامية فقط، ليست تاريخية ولا كوميدية ولا فانتازيا. طبعا هذا الترتيب والاختيار هو وجهة نظر خاصة، ولكل اختياراته وتفضيلاته. أهلا بكم. المرتبة رقم 10 مسلسل قلم حمراء، إنتاج 2014، تأليف يم مشهدي وإخراج حاتم علي، من تمثيل سلافة معمار، كريس بشار، عابد فهد ورامي حنا. المرتبة رقم 9 الولادة من الخاصرة، 3 أجزاء بدءا من 2011 حتى 2013، تأليف سامر رضوان وإخراج رشا شربتجي للجزئين الأول والثاني، أما الثالث كان من إخراج سيف سبيعي. تمثيل لي عابد فهد، قصي خولي، باسم ياخر، سامر إسماعيل والرائعة منى واصف. يا سيدي رح تنضرب وفرقة كمان، افتحوا على الارض وارفعوا لي رجليه. انت شو عم تساوي؟ هو مشغول اذا تخلي واحد مثلك ومثل يضربني. شو عم تعمل ولا؟ انا جيت اخدم شيش هون، ما جيت انهان. عسام ست البارودة بايدك احسن ما تكبر القصة وتتفعس تحت رجليك. لك ما انا بفضلك صرت تحت الرجلين، اذا سديتها ولا خليتها معي. والساعة بضارب يلا مو مضي حال نشوف، مو مضي حال. يا عسام يا ابني الموضوع بينحل. مرتبة 8 الانتظار، إنتاج 2006، تأليف حسن سامي يوسف ونجيب نصير، الإخراج لي ليث حجو، تمثيل بسام كوسة، تيم حسن، سلافة معمار، يارا صبري وآخرين. اسمع، بكل الأحوال روح نزل الضاعة إذا بدك، ونزل صبيانك على السوق إذا بدك، ما عندي مشكلة. ليك شاويش، بضاعة ما عاد بدي، بس بطلع بخلتي مرة تانية لأنه يا روح ما بعدك روح. أنا غير الخلق كلياتها، لا قدامي ولا وراي، فهمها؟ مور شاويش. ما يمر عليك شاويش. المرتبة 7 لعنة الطين، إنتاج 2010، تأليف سامر رضوان وإخراج أحمد إبراهيم أحمد، تمثيل مكسيم خليل، وائل شرف، فارس الحلو، عبد الهادي الصباغ، نجاح سفكوني، كريس بشار وسمر سامي. قديش هالروب؟ إلي ايه الي. إلك إلي ايه الي. قربي لهنا هنا 250 برا الضيعة ب50. شو؟ بدي اياهن ب50 كرمال خيك بو حسن. والله أبو حسن غالي علي، ترى بيته بيت ومصريات ومرته مرتا العمى عندك لسان بيفري فري، بدي اخده ب50. تاخذيه ب50. المرتبة رقم 6 أحلام كبيرة، إنتاج 2004، تأليف أمل حنا وإخراج حاتم علي، تمثيل بسام كوسة، سمر سامي، باسل خياط، نورمان أسعد وآخرين. كذبت علي. وفاء بدك تعرفي كل شيء، خليني احكي لك من الاول. اجتمعنا بالصدفه ورحنا على الكافيتيريا. على الكافتيريا بس؟ يعني مو على الاوتيل لحتى تعودوا الايام اللي فاتت؟ القصه ما كملت 3-4 اشهر. انا لسه كنت طالب البكالوريا وهلا اجتمعنا صدفه، يعني وين بدنا نروح؟ رحنا على الكافيتيريا مرتبة رقم 5 الزند بالعاصي، إنتاج 2023، تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر برقاوي، تمثيل تيم حسن، أنس طيارة وفايز قسق. مرتبة رقم 4 الندم، إنتاج 2016، تأليف حسن سامي يوسف وإخراج الليث حجو،
تمثيل سلوم حداد، محمود نصر، سمر سامي، باسم ياخر، دانا مرديني وآخرين. المرتبة الثالثة نهاية رجل شجاع، إنتاج 1994، سيناريو حسن ميم يوسف، عن رواية لحنا مينا، إخراج لنجدة إسماعيل أنزور، تمثيل أيمن زيدان، فارس الحلو، سوزان نجم الدين وآخرين. موسيقى تصويرية لطارق الناصر، موسيقى عالقة في الوجدان. المرتبة الثانية مسلسل غدا نلتقي، إنتاج 2015، تأليف إياد أبو الشمات ورامي حنا، وإخراج رامي حنا، تمثيل مكسيم خليل، كريس بشار، عبد المنعم عمايري، عبد الهادي الصباغ، تيسير إدريس وضحى الدبس وآخرين. موسيقى خلابة لفادي مارديني. المسلسل رقم 1 التغريبة الفلسطينية، إنتاج 2004، تأليف وليد سيف وإخراج الرائع الراحل حاتم علي، مع نخبة من الممثلين نذكر منهم جمال سليمان، خالد تاجة، جوليت عواد، تيم حسن، باسل خياط، رامي حنا ويارا صبري، والرائع المختار حسن عويتي وآخرين. أما الموسيقى الرائعة والمؤثرة لطاهر مملي. لا تسل عن سلامات روحه فوق راحته، بدلته همومه كفنا من وسادته، صمت لو تكلم لفظ النار وارتمى، قل لمن عاب صمته خلق الحزم أبكما.